السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. فيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن مشكلة بتخص الطبعة البرو 400 أو ال 2055 أو ال 2035 أو البرو 400 المالتي اللي هي فيها تصوير وسكان وطباعة. إن شاء الله هنشوف المشكلة ديت وهي مشكلة حجر. هنعرف سببها إيه في الفيديو ده، ما تروحوش في حتة تانية. اهلا بكم مره تانية. وزي ما انتم شايفين الطبعه معانا اهيت، تمام. الطبعه اتش بي ليزر جيت برو 400 ومدياني على الشاشه حاليا اهوت انستول بلاك كارتريج. هنفتح هنا كده ونبص، مش هنلاقي الحباره موجوده. الحباره اهيت، تمام. هنبدا ان احنا نركبها في الطبعه وهنشوف على الطبيعه ايه الحشر اللي بيحصل في الطبعه. كده قامت اهيت الطبعه. تمام كده الطبعه قامت. هنبدا ان احنا نطبع تيست بيج من خلال المنيو او السيت اب منيو اللي هو علامه المفتاح ديت، وهنختار ريبورتس وهنختار كونفيجريشن ريفرت. هننتظر معانا اهي، هتبدا تطلع الورقه وتسحب الورقه معانا. طبعا اداني هنا على الشاشه جام ان كارتريج اريا، يعني بيقول لك في حشر في منطقه الكارتريج او الحباره. اوبن دور اند كلير جام. هبدأ ان انا افتح الباب وهشيل الحبارة وهلاقي الحشر هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. الحشر اهوت تحت المسطرة الحديد ديت، الحشر موجود اهو. اول حاجة هنتعلمها ان احنا ازاي هنفك الحشر ده. الحشر ده ما ينفعش نسحب الورقة من الدرج علشان ما نعكسش السلاسل اللي هنا. في سلاسل موجودة هنا اهي، تمام، عشان ما نعكسش حركتها. ممكن تحصل معانا كشف في سنسور او تعليق سنسور ولا حاجه. فهنبدا ان احنا ايه بايدينا كده ونشدها واحده واحده كده، واحنا بنلم في ايدينا اهو كده واحده واحده لحد ما تطلع معانا كلها. تمام، طلعت معانا كلها اهي، الورقه كلها اهيت. كده يبقى احنا ايه، كده يبقى احنا طلعنا الحشر من البرينتر. طيب المشكلة في ايه بقى علشان خاطر يحصل الحشر ده؟ الحشر ده يا جماعة زي ما انتم شايفين بسبب الجزء المعدن ده. الجزء المعدن ده مكسور. الجزء المعدن ده مكسور كتير. هتوديها لحد بتاع طبعات او حد بتاع صيانة، ممكن يقول لك في مشكلة في البرينتر. في مشكلة في البرينتر، بحيث ان المشكلة بتكون هنا في الجزء اللي هو بيدخل فيه الجزء المعدن ديت في الحبارة، او ده اللي مسؤول عن اللف او بياخد الحركة من الترس الرئيسي بتاع الطبعة. طيب ده بيعمل معانا ايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان الورقة بتعدي من هنا من تحت يورة الدرام. فلما يحصل الموضوع ديت، فالجزء ديت ما بيعشاش في المكان بتاعه في الترس الرئيسي بتاع الطبعة. فبالتالي الجزء ده مش هيلف او الدرام مش هيلف، فالورقة هتيجي عنده مش هتعدي، فيحصل معانا الجزء ده. وديت زي ما انتم شايفين حضراتكم اهوت معانا شكل الحبارة التانية اهوت. يعني في فرق شاسع ما بين الاتنين دولت. يعني زي ما انتم شايفين التفاصيل بتاعة الترس ديت بتاع البتاع ديت بتاع الدرام، وديت التفاصيل بتاعة الدرام اللي هو البايظ. طيب بالدليل بالدليل. طب هنعمل ايه؟ هنجرب بقى السليمة دي. هنفتح الباب ونحط حبارتنا، هنحط حبارتنا ونشغل. قامت الطبعة معايا زي ما انتم شايفين حضراتكم. الطبعة هتبدأ تعمل نيشالايزنج وهتبدأ تقوم الطبعة معايا. وهنشوف بعد كده، هنجرب ان احنا نطبع ريبورت مرة تانية وهنشوف الريبورت هيتطبع ولا لا. تاني هندخل على السيت اب منيو وهنختار ريبورتس وهنختار كونفيجريشن ريبورت. هتبدأ الطبعة تقوم معايا زي ما انتم شايفين. سحبت الورقة
وطلعت الورقه معايا زي ما حضراتكم شايفين اهوت. شايفين حضراتكم ان المشكله كانت بسيطه جدا وحلها سهل جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعم القناه باللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.